السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة طالعين كده مع بعض في فيديو جديد. هنعمل سمك. هوريكم تتبيلة السمك بتاعتي، علشان في حد كان من صحابي بس كده كان عايزين تتبيلة السمك. قلت لهم كده كده انا هعمله فيديو، فهوريكم بقى. انا جايبة هنا دول 2 كيلو سمك، منضفاهم كده من جوه اهو، فاتحة البطن بتاعتهم وشايلة الحاجات اللي فيها اهي كده. بصوا غسلاه اهو، السمك كله غسله كده بالمنظر ده. ما بتغسلهوش بيخلي ولا الكلام ده خالص، هو يا دوبك تحت الحنفيه، وبعد كده بتكتري له الليمون في التتبيله، وانت سايباه كده برده تعصري عليه ليمونه. تمام كده. هنتعرف بقى على التوابل بتاعتنا الجميله. هنا ده بصل باودر، وده توم باودر، علشان في ناس بتختلف يعني عليهم هما الاتنين، ما بتعرفهمش من بعض. الغامق دوت بصل باودر، الفاتح دوت توم باودر، كزبره ناشفه، ملح، كمون، فلفل اسمر، واللي مش عايز يحط فلفل اسمر او فلفل اسود ما يحطش. ودي بابريكا. تمام كده. هنا بقى هنيجي عن الحاجات اللي هي الخضار: كزبره خضراء، توم، بصلايه صغيره، فلفل كده اللي هو الشطه دوت، فلفلايه كده رومي. تمام كده، علشان تدي طعم الوسط، عشان ما يبقاش حرق قوي يعني. وهنا دي بصلايه صغيره، ودي كده مقطعه ليمونتين، تقطيعه اللي هي كده صغيره كده مكعبات. كل الحاجات الجميله دي، المكونات الجميله دي هتدي طعم للسمك تحفه تحفه تحفه، بالذات لما انت تكوني ان انت مثلا جايه مستعجله عليه ان انت تعمليه في خلال نص ساعه. فالتتبيله دي هتديكي نتيجه تحفه، ان الطعم بسرعه يوصل للحم السمكه. وكمان زي ما انتم شايفين حجم السمك مش كبير، فاهمين قصدي؟ فهيتبل معايا بسرعه. هو يا دوبك هركنه في التلاجة ساعه، عقبال ما هعمل الرز وهغسل حاجه السلطه والكلام ده كله. بتاع دوت هنجز يعني في الحوار. فالكبه بتاعتي هنا الصغيره الجميله بتاعتي دي، احط بقى فيها الحاجات دي وانعمها وارجع لكم تاني. حبايب قلبي كده خلاص، بصوا السمك اهو، والتتبيله اهو طحناها كده في الكبه، اللي هي كانت عباره عن بصل بودر، توم بودر، بابريكا، كزبره ناشفه، كمون، فلفل اسمر، ملح، كان ايه تاني، بس كده. تمام كده. للخضار: كزبره خضراء، توم طبعا، توم فريش، وبصل، وايه تاني، وليمون، وفلفل اخضر حامي، وفلفل رومي. تمام كده، فلفل حامي وفلفل مش حامي. تمام كده خلاص. هو هنتبل بقى السمك ده اهو، نص الليمونه دي كده بس اعصرها عليهم، نضفاه كويس جدا من جوه، والخياشيم تمام بتاعته، والدنيا حلوه. هنمسك سمكه سمكه كده هنتبلها. حبايب قلبي كده خلاص اهو، تبلت السمك كله. بصوا التتبيله، اللي عايز يستكفى بتوم والمتعارف عليه يعني توم وملح وكمون مش هيقول لا، بس انا بقول لكم التتبيله دي بتسرع ان اللحم ياخد طعم الخضار بسرعه. وانتوا عارفين ان الفلفل والكزبره والحاجات اللي فيها ميه لما بتنزل عن اللحم والحاجات دي بتخليه جوسي كده، وبتديله طعم التتبيله حلو. ده اللي باقي من التتبيله طبعا مش هنرميه ولا الكلام ده كله، ومش هينفع ان انا احطه على الرز، علشان ولادي هياكلوا جنب الرز بتاع السمك. ولادي ممنوعين من السمك بسبب البرد. تمام كده. هعمل طبعا رز اللي هو الصياديه، فهيبقى ياكلوا معاهم قطع البانيه. تمام. فمش هينفع ان انا احط من التتبيله. كان نفسي احط من التتبيله دي على السمك على الرز. فبصوا ان التتبيله خلاص كده، ان انا هشيلها في الفريزر شويه بقى، علشان لما اعمل مره تانية سمك، علشان مش هينفع احطها على الرز عشان حرقها. تمام كده. هنيجي بقى ان احنا مع بعض كده احط الحاجات دي في التلاجة، السمك ده في التلاجة، وهبدأ ان انا اخرط البصل علشان الرز طبعا. وهعمل جنبه سلطة خضراء وسلطة طحينة. وهعمل ايه تاني؟ بس كده، رز وسلطة، سلطة اللي هي السلطة الخضراء دي، وسلطة طحينة. والحمد لله على كده. اللي عايز يعمل بابا غنوج بقى والكلام ده كله يعمل براحتكم، فاهمين قصدي؟ فانا انا ما بحبش بصراحه بابا غنوج مع السمك، مش عارفه ليه. لو مع السمك المشوي انا معاكم، لكن السمك المقلي مش عارفه، ما بستلطفوش يعني. بقى قلبي هبتدي كده ان انا هعمل الرز ان شاء الله. دلوقتي هعمل بصلايه عندي هنا كبيره، او بصلتين صغيرين، نص كده جزرايه مبشوره، فلفلايه رومي. اللي مش عايز يحط براحتكم، اللي لو عايزين تستكفوا بالبصله بس. هنا عندي ملح، حبه كمون صغيرين، حبه كزبره، معلقه بابريكا كبيره،
نص معلقه صغيره فلفل اسمر او فلفل اسود، وعندي طبعا هنا الرز المصري بتاعنا العادي. هنروح كده على النار في حله فيها زيت، وهننزل بالبصلايه، هنزل بالمكونات اللي هي البصله والجزر والفلفل. هسيبهم طبعا لحد ما شبه ان هم ايه، يبقوا ذهبي بس ايه غامق شويه علشان الرز يطلع حلو. خليكم بقى معايا. هنا هنزل كده بالبصله. هنا في زيت في الحله سخن، مسخنه الزيت يعني، والجزرايه والفلفلايه. افضل اقلب فيهم مع بعض كده المكونات دي لحد ما ايه، ما اللون اللي انا عايزاه. عادي، عايزين في ناس ما بتحبش الرز اللي البصلايه بتاعته غامقه. اهو بصوا كده البصلايه مع الفلفل والجزرايه بس كده اهو. هفضل اقلب فيهم لحد ما ايه، ما تتشوح كده. اللي عايز ينزل في المرحله دي براحتكم. في ناس بتاكل الرز يا دوبك طعم البصل فيه، وفي ناس بتقلل البصلايه لحد ما تتحرق وتصفيها وتستكفى برده بالزيت بتاع، فاهمين قصدي، بالزيت بتاع البصله والحاجات دي، وتحط الرز عادي. بس انا بصراحه ما بشيلش البصلايه، انا بحب طعم البصل في الرز، فاهمين قصدي. اهو كده هنفضل بقى نشوح فيها لحد ما تغمق خالص. حبايبي بصوا كده البصله ابتدت تغمق اهي. هنزل عليها بالتوابل اللي هي عباره عن ايه، ملح، فلفل اسمر او فلفل اسود، ومعلقه نص معلقه كمون، وكزبره ناشفه، وبابريكا. هنزل عليهم بالتوابل دي كلها كده، وافضل احمص فيهم شويه صغيرين جدا يعني، يا دوبك بس يلموا ايه او يسيحوا مع البصلايه كده، وانزل عليهم بالرز. تمام كده. خلي بالكم علشان الكمون الوحيد اللي بيمرر في التوابل دي كلها، فاهمين قصدي. اهو. وهحط معلقه صغيره دبس رمان. اللي ما عندوش دبس رمان مفيش اي مشكله، دبس الرمان بيخلي الرز كده طعمه حلو. في المرحله دي بقى احط نص معلقه دبس الرمان صغيره كده، وبعد كده هنزل بالرز وخلاص. على كده ايه، اشربه الميه السخنه. انا الكاتل اصلا بسخن فيه، مش عارفه انتوا سامعين صوته ولا لا. هنزل على طول بايه، كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هي لا معلقه لا اما نص معلقه يعني. لو عندكم عسل اسود على فكره ممكن تستبدلوه، بس تزودوا الملح شويه يعني، فاهمين قصدي. اهو كده هيكرمل الرز وهيبقى طعمه حلو. اهو هنزل بقى بالرز كده اهو كده. بصوا حطيت الرز، هبتدي ان انا اقلب بقى كل التوابل والحاجات الجميله اللي اتحمصت معانا دي. بصوا اصلا لون الرز معاكم عامل ازاي. اللي ما عندهوش دبس رمان يقدر يحط معلقه عسل اسود، بس يزود الملح شويه، فاهمين قصدي. هيديكم اللون الجميل ده على فكره. اللي مش عايز بقى، بصوا بقى هتعملوا ايه. لو ان انتوا مش عايزين البصلايه اللي بتعمل كده، بتزودوا الزيت شويه علشان تقدروا ان انتوا تصفوا البصلايه نفسها، وتسيبوا الزيت تعملوا منه ال الرز. تمام. في طريقه تانية جميله وبرده انا يعني جربتها يعني انا بعمل ده ودوت عادي يعني، مش بتبقى كل مره تقليدي. ممكن ان انت تقدري ان انت في المرحله اللي قبل الرز تزودي الميه السخنه اللي انت بتعملي بيها الرز كده مقدارك، وتتبليه كل حاجه، وتروحي بعد ما تغلي تروحي مسقطه فيها الرز، فاهمين قصدي. عندكم كل الطرق في الاخر هتديكم نتيجه حلوه، ما دام ان الحاجه من البيت وطعمها حلو. خلاص على كده، خلاص كده هنزل عليه بالكتل الميه السخنه وخلاص. يبقى سيبه يتشرب بقى، واشوفكم وانا بقلي السمك. حبايب قلبي تعالوا بقى نشوف كده الرز. خلاص اهو طفيت عليه، بصوا ريحته تجنن اهو كده. خلاص اساسا اتشرب ولونه حلو، بصوا، ومفلفل مش معجن ولا اي حاجه اهو كده. بصوا اهو. اقعد عشان عايز ياكل بيقول لي يلا اهو كده. خلاص ابتدي ان انا اغرف بقى الرز للولاد عشان ياكلوا معاه جنبه بانيه كده، والسلطه اللي انا عاملاها للسمك هياكلوا جنبه، واحنا هنقلي السمك بقى وايه، وهوريكم عند التقديم خالص. طيب خلاص اهو. بصوا قربت ان انا اخلص السمك اهو. بصوا بيقرمش اهو كده. انا خلصت، انا طلعت اول حصه اللي هي ايه في الطبق التاني، وادي دي الثانيه كده هتخلص. بصوا كده واوريكم منظر شكل الاكل في التقديم. حبايب قلبي كده خلصت اهو. ده غدايا اللي هو عباره عن السمك المقلي ورز صياديه وسلطه طحينه وسلطه خضراء. ما عملتهمش معاكم عشان انا كذا مره اعملهم معاكم. وغسلت كده حزمه الجرجير كانت عندي في التلاجة. واحلى غدا الحمد لله على كده.
واشوفكم في فيديو تاني. اللي مش مشترك في القناه رجاء وليس امر طبعا، اللي بيقلب بس كده على اليوتيوب ويلاقي صفحتي او قناتي يخش كده ويتصفح محتواها هيعجبكم جدا. وما تنسوش الاشتراك في القناه، كلمه اشتراك او كلمه سبسكرايب على حسب ما بتجيلكم، وتدوسوا على كلمه الكل عشان كل فيديوهاتي اللي انا بنزلها يجيلكم بشعار بيها. واللي مشترك في القناه رجاء وليس امر برضو يحط اللايك، والمشاهده منكم حلوه. واتمنى ان اللي يكون عاجبه الفيديو يكتب لي كومنت منكم حلو، واللي عايز وصفه او اي حاجه ان احنا نعملها مع بعض يقدر يكتبها لي في كومنت. واشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.